إنها مملكة حسدتها الحضارات الأخرى. كان الإغريق والرومان ونابليون يستمدون الإلهام من الرجال والنساء الذين بنوا أول إمبراطورية في التاريخ الموثق. بالرغم من أنها ربما لم تكن ستشهد عصرها الذهبي أبداً. في عام 1560 قبل الميلاد ولأول مرة في التاريخ وقعت مصر في أزمة حقيقية. احتلت مملكة الأهرامات القديمة وقسمت. أصبحت حضارة مصر على حافة الانهيار. في الشمال ظهر ملك أعلن نفسه الفرعون. غزا الهكسوس الشمال واحتلوا دلتا النيل الخصبة. أما في الجنوب فكان النوبيون المحاربون يهددون كل جنوب مصر. كان غزو الهكسوس صدمة ومفاجأة لمصر، لأنها المرة الأولى التي تتعرض فيها مصر للغزو. كانت المرة الأولى التي دخل فيها غرباء إلى مصر وظلوا فيها 150 سنة. وقع البلاط الملكي ومدينة طيبة بأكملها في محنة كبيرة. لكن كانت هناك عائلة واحدة مصممة على أن تستعيد مصر مجدها السابق، وهي عائلة ملك طيبة السابق وابناه الأميران كاموس وشقيقه أحمس. أصبح مصير مصر كلها بأيديهم وليس مصير طيبة فقط. في الحقيقة كانت محنة قاسية واجهتها العائلة المالكة لمصر. أصبح شعب طيبة محاصرا بين قوتين عظميين، ولم تكن مصر قوية في ذلك الوقت. فكان الأميران أحمس وكاموس ثانويين. بذلك ساد الشعور بأن مصر التي وجدت منذ 1500 سنة ستنهار وتختفي عن الوجود. كانت كراهية كاموس وأحمس للهكسوس شخصية. حاول والد الأميرين أن يثور على الغزاة في الشمال، لكنه دفع الثمن غالياً. حتى بعد مرور 3500 سنة ما تزال على جثته آثار المجزرة الوحشية التي تعرض لها. لون الوجه رمادي لأنه لم يحنط بطريقة جيدة، وهناك آثار تعرض رأسه للضرب بالفأس. لا بد أنه اشتبك مع الهكسوس في شجار دموي. كان المصريون ينظرون إلى الأجانب على أنهم همجيون ومتخلفون. بالنسبة لكاموس اليافع كان موت أبيه المأساوي على أيدي الهكسوس مأساة مؤلمة ومخزية في الوقت ذاته. في الفكر المصري كان الأجنبي عدواً لدوداً، وكان يعتبر دخيلاً على المصريين الذين خصتهم الآلهة بالحكم والسلطة المطلقة. كانوا يطلقون على الأجانب الأعداء الكريهين، وكانوا يكرهونهم ويحتقرونهم، وكانوا بالنسبة إليهم أوساخاً تحت أقدام الفراعنة. نحتوا صور الأجانب هذه ليظهر المصريون استعلاءهم عليهم، خصوصاً أنهم يدوسون على الأجانب بأقدامهم فعلاً. صور النوبيون والليبيون والآسيويون كهمجيين قبيحين لا يستحقون أن تطأ أقدامهم أرض مصر. لكن هؤلاء الأجانب أصبحوا الآن يحكمون شمال مصر، وأصبحت الأهرامات بأيديهم. كان هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث للمصريين. كانت الأهرامات بالنسبة لأحمس وكاموس ضريحا يذكرهما بأن عليهما قتل وهزم الأجانب واستعادة أمجاد مصر القديمة. كان يمدهما بالقوة ويحثهما على الاتحاد وطرد الغرباء من مصر. بعد موت أبيه وتقسيم أراضيه صمم كاموس على دحر الهكسوس.
ما زلنا نقرأ كلماته التي قالها حتى يومنا هذا، والتي كتبت على لوحة منقوشة نحتت في الحجر. أفصح كاموس عن نيته في سحق الأعداء. What power can I claim to have when I'm stuck between an Asiatic and a Nubian? Each of them has a piece of Egypt too, and shares the land with me. My aim is to liberate Egypt and crush the Asiatics. لكن كاموس لم يحارب بمفرده، كان عليه أولاً أن يجند شعبه. We're satisfied with our share of Egypt. The best fields are ours to cultivate. Grain is still being sent to our swine, and our herds have never been seized. لم يتضايق الكل من حكم الهكسوس. أنا واثق أن حكمهم أسعد الكثير من المصريين. إذن من الذي جمع القوات؟ وما الذي أشعل حماس الناس؟ قدم الهكسوس سبباً وجيها ليصاب شعب مصر بالهلع. في طريق صحراوي نائٍ بعيد عن طيبة، كان رسل الهكسوس يسيرون بسرعة إلى الجنوب في مهمة سرية. كان الرسل يحملون معهم رسالة ملفوفة من ورق البردي أغلقت بختم من الوحل. على الأرجح أنهم كانوا يسافرون في الصحراء بسرعة هائلة، ولا بد أن جواسيس كاموس قطعوا الطريق على هؤلاء الرسل. قبض رجال كاموس على رسول لملك الهكسوس. أما الرسالة التي كان يحملها فكانت موجهة إلى عدو مصر الآخر ملك النوبة. كان يدعوه للاتحاد معه لاحتلال ما تبقى من مصر. Come north. There is no need to worry. Kamose is busy with me here. We'll divide the towns of Egypt between us and Nubia will rejoice. دعا الهكسوس النوبيين للاتحاد معهم والتخطيط لاحتلال مصر والقضاء على كاموس. لنأخذ الولايات المتحدة كمثال لشرح الوضع، فقد كان أشبه بتحالف بين كندا والمكسيك وتخطيطهما لغزو الولايات المتحدة. عرف كاموس أن موعد الحرب حان. المؤكد أن الهكسوس لم يكونوا شعباً جباناً، جاءوا من بلاد الشام التي تتميز بمدنها المحصنة، وكانت أسلحة الحرب لديهم متطورة أكثر من أسلحة المصريين، كانوا محاربين أشداء. كان أحمس صبياً يافعاً وقتها، أخذ يراقب من بعيد بينما كان شقيقه كاموس يعد جيشه للحرب. كان كاموس وأحمس سيصبحان المحررين أو المحاربين اللذين يسعيان لنيل الحرية، سيصبحان الفاتحين في أعظم زمن في تاريخ مصر. كاموس الذي كان يبلغ 20 من عمره جهز جيشه وقاده إلى الشمال إلى منطقة الهكسوس. My mighty army went before me like a blast of fire. وصل كاموس وجيشه إلى إحدى مدن الهكسوس الحصينة ليصبح وجهاً لوجه أمام عدوه. When the next day dawned, I swooped down on him like a falcon. By breakfast time, I had already defeated him. I demolished his defenses, killed his men.
وثق كاموس استيلاءه على المدينة بسرور بالغ. My soldiers were like lions after the kill, as they carried off cattle and slaves, wine, fat and honey, gleefully dividing the loot. اتجه الجنود المصريون إلى هدفهم الرئيسي عاصمة الهكسوس أفارس. كان كاموس واثقا من أن النصر حليفه. أخذ يتهكم على ملك الهكسوس ويصرخ ويدعوه بالجبان والرجل عديم الفائدة، وقال على الملأ إنه سيهزمه. لكن كاموس لم يتمكن من نهب مدينة أفارس. لم تخبرنا السجلات عما حل بها، لكن عندما أصبح على وشك طرد الهكسوس من مصر مات كاموس. علقت آمال مصر على شقيقه أحمس الذي كان في 10 من العمر. بالرغم من أن أمه فقدت زوجها وابنها البكر في حرب الهكسوس، إلا أنها أخذت تعد أحمس ليحمل راية الحرب ويكمل معركة تحرير البلاد. كان أحمس يتعلم فنون الحرب، وكان كل من أمه ومرافقيه يدربونه كيف يصبح قائدا عسكريا لامعا، وكان كاموس أفضل مثال يحتذى به. كان عليه أن ينجح في هذه المهمة ليس من أجله فحسب، بل من أجل بلاده بأكملها. بعد 10 سنوات من الإعداد أصبح أحمس جاهزا لمحاربة الهكسوس. كان هذا أعظم اختبار له، وكانت النتيجة ستحدد التاريخ المصري. لم يبقى سوى بيان واحد من أحد الشهود العيان الذين واكبوا تلك اللحظات الحرجة. وضعت القصة على قبر الجندي الذي حارب في صفوف جيش أحمس ضد الهكسوس. حفرت على جدران قبره لتعتبر السجل الوحيد المكتوب الذي تحدث عن دوره في المعركة التي شنت على الهكسوس. كانت معركة مصر المصيرية. Let me speak to you and tell you the honors I received, how I was decorated with gold. During the siege of Avaris, the king noticed me fighting bravely on foot and promoted me. We took Avaris. I carried off 4 people there, a man and 3 women, and His Majesty let me keep them as slaves. هذه الكلمات القليلة جاءت من رجل كبير في السن. كانت السجل الوحيد الذي سجل هزيمة الهكسوس على أيدي جيش أحمس. عاد أحمس منتصرا إلى طيبة. قدم فأسه الخاصة بالشعائر والمراسيم إلى أمه كرمز لنصره العظيم، وهكذا أكمل العمل الذي بدأه والده وشقيقه. الحقيقة أنه طرد الهكسوس. لم ينجح أبوه ولا أخوه ولا جده بذلك، ولكن هذه المرة نجح في طرد الهكسوس من مصر. لم يصبح أحمس ملك طيبة فحسب، بل أصبح فرعون مصر الموحدة. كان اتحاد مصر أمرا حاسما، فقد كان يعني بداية جديدة. عادت مصر لما كانت عليه، بلدا موحدا تحت فرعون واحد. كانت لحظة مؤثرة للغاية، أعني بداية مؤثرة. في وقت ما في سنة 1520 قبل الميلاد بدأ نشاط جديد في المملكة الجديدة. نسب أحمس الفضل في انتصاراته إلى مصدر واحد، وهو إلههم أمون رع، الإله الغامض، وكان اسمه يعني الإله الخفي.
ادعى أن إلهه هذا تحدث معه في الزاوية المعتمة من المعبد فقال له: O my son Akhmos, I am thy father. I set terror in the northlands, even unto Avaris, and the Hyksos are slain beneath thy feet.